السلام عليكم، تحياتي نزيهة كيتشان تحييكم. صحة فطوركم، صحة رمضانكم. تحياتي كاع الجميع المشتركين. اليوم جيتكم بوصفة القطايف. قبل ما نبدأ بالوصفة ما تنسوش ديروا جيم واشتراك. بسم الله على بركة الله. اليوم غادي ندير عندي كمية تاع قطايف، كان فيها هنايا حوالي 400 غرام، 400 غرام، وحوالي رطل تاع كاوكاو. هذه قطايف بالكاوكاو اللي بقشورو. وعندي غادي تستعملي لا مارغرين. دائما الزبده ولا مارغرين ديري نصف الكميه تاع القطايف. كان اذا كان عندك 400 غرام كيما هنا، غادي ندير حوالي 200 غرام تاع مارغرين باش نخدم بها. غادي تبدي تحلي هذيك الساشي تاعك تاع القطايف. هنا غادي حكمت قصعه، تحكمي قصعه تاعك تحلي فيها بيدك. غادي تشوفوا المرحله اللي غادي نبدا بها. تحلي هذوك الشعيرات تاع سموهم لي شوفو دونج القطايف. وصفه غنيه عن التعريف، وصفه تقليديه جزائريه وبنتها تخرج شابه. نديروها سورتو في رمضان، بنتها تخرج روعه. هنايا تحليهم سوانيوزمون هذوك الشعيرات تاع القطايف. تفتحيهم بيدك، تحليها كاع غير بشويه، وتبدي تفتحي في هذوك تحليهم على هذه الطريقه. غادي تحليهم كاع بيدك. كي شغل صوفه وراكي تبشمي فيها. هذه هي طريقه تحليهم بلا ما تقطعيهم، ولا تحليهم غير بشويه حتى اللي غادي تفتحيهم كاع. هنايا كي ديري في القصعه تساعدك القصعه باش تخدمي غايه. من بعد اللي تحليهم غادي ديري حوالي 2 مغارف تاع سكر غلاس. سكر غلاس يساعد باش هاد الشعيرات تاع القطايف ما يتندوش، تبقى الحبه مفركته متفارقه مع اختها. تبقى الحبه ما تبقاش كي شغل الحبه لاصقه في اختها، ما تبقاش هذيك الشعره لاصقه في اختها. هذه هي الفايده تاع اللي ديري السكر غلاس. في هذه المرحله تحليهم كاع. من بعد اللي تحليهم غير بشويه غادي ديري حوالي 3 مغارف ولا سكر في سكر غلاس. هنا كانت عندي قلت لكم كميه تاع رطل تاع بريسك رطل 400 غرام، رطل ناقص 100 غرام. غادي ديري 3 مغارف سكر، وغادي هذاك السكر كذلك يعطيها ذوق. تعرفوا بلي قطايف ما فيهمش بنه، صامطين كيما نقولوا. ديري لهم هذوك 3 مغارف سكر باش يبنوهم كيما نقولوا. هنايا بعد اللي حليتهم في هذيك القصعه كيما راكم تشوفوا كاع جاو تحس بهم كيما الصوف، كي شغل شعر مطعطش كيما نقولوا حنايا. ايا غادي ديري 3 مغارف تاع سكر، تعاودي تانيك تحليهم. ملعقه الاولى سكر غلاس، تعاودي الثانيه والثالثه. على جهه تحكمي هذاك الكاوكاو تاعك غادي تقليه ومن بعدك تطحنيه. هنا الكاوكاو تاني كانت عندي كميه تاع رطل. هنا كميه اقتصاديه، رطل الكاوكاو يدير لك غايه، يدير لك خبز 2 خبز شابين تاع القطايف. هذه 400 غرام 400 غرام غادي يدير لك 2 خبزات تاع قطايف. انايا هنا في هذه الوصفه درت غير خبزه، تسمى ديري على حسب الاسره اللي عندك. درت حوالي خبزه وتحتفظي بالكميه اللي عندك. من بعد اللي تبسيها بهذيك الزبده ولا لا مارغرين تحتفظي بها ديريها في قابسه وديريها في كونجيلاتور. كي تعاودي تستعمليها ما عليك غير تجبديها، تخليها يروح لها هذاك لاكلاص، ومن بعدك تخدمي بها بالكاوكاو ولا باللوز ولا على حسب الامكانيات. انايا هنايا درتها بالكاوكاو، الذوق تاعها خرج، ما عندي ما نقول، قليل ما نشكر فيها، الذوق تاعها جابنين. هنا كيما راكم تشوفوا راني نحل فيها بهذاك. تدي الوقت تاعك، ديري لها سكر غلاس باش هذوك مادابيك باش هذوك لي غران تاع السكر غلاس يوصلوا كاع لهذوك الشعيرات تاع
تاع القطايف. هنا من بعد لي حليتهم ودرت لهم هذاك السكر غلاس، ذوبت حوالي 200 غرام تاع مارغرين، درت هنا صول، ذوبتها وتخليها قد لي تولي فاترة، ما تكونش سخونة بزاف، تكون فاترة، تفرغيها فوق هذوك القطايف وتكومونسي تبدي تبسي فيهم، غير كي شغل راكي تدخلي في هذاك دخلي في هذيك لا مارغرين في وسط هذوك الشعيرات، ومام طون راكي تبسي فيها، ماذا بيك قاع هذوك الشعيرات توصلهم هذاك ليدام في غرضك، وخدمي خدمة شابة، ما تعاجليش عليها باش القطايف يخرجولك روعة، يخرجولك شابين. هنا تشربي قاع هذوك الشعيرات تاع القطايف بهذاك ليدام. هنا زدت، أنا الوالدة الله يحفظها زادت فرغت لي هذاك ليدام، عاونتني. وصفة تقليدية وشابة وتخرج بنينة، تخرج ذوق تاعها شباب، توالم لسهرات رمضانية، وتوالم تشربي بها فنجان قهوة من بعد الإفطار، فريمون الذوق تاعها يخرج أكثر من رائع. ماذا بينا نشدو في هاد الوصفات التقليدية، هما الإرث تاع التقاليد تاوعنا، التقاليد الجزائرية.
هنا على جهة تحكمي هداك الكاوكاو تاعك، ديري له قليل من الملح، ما تكتريش، وتقليه حتى اللي تشوفو يتحمر معاك يجي دوغي. هنايا قليته تا هداك القشر تاعه ينقلع فاسيلمون، يجي لا كولور تاعه دوغي. من بعد اللي طحنته توجدي المقله تاعك اللي غادي ديريها فوق الغاز. هذا الخبزه تاع القطايف غادي ديريها فوق الغاز، تحكمي ديري فيها مغرف تاع زبده ولا مارغرين تكون معمره مليح، وتكون بدرجه حراره الغرفه كما راكم تشوفوا. هنايا راها عندي كريميز كريميه، بقيت نطلص فيها في هذيك في المساحه تاع المقله بلا ما ندوبها فوق النار. هنايا باش هذه هي الطريقه تاعي تخرج لي بها الخبزه تاع القطايف شابه بزاف وتخرج بنينه. هنايا كي تطلصيها كما راكم تشوفوا في ديك المقله، غادي تحكمي شويه تاع كميه تاع قطايف، غادي ديريها ديريها في وسط هذيك المقله، ديريها في المحيط تاع المقله. انا غادي ندير 2 طبقات تاع قطايف، والوسط غادي ندير هذيك لافخس تاع الكاوكاو. هذيك لافخس تاع الكاوكاو ندير فيها القرفه وندير فيها شويه تاع سكر، ما نكترش على خاطر غادي ندير الشربات. انايا ما غاديش ندير الحسل، بالشربات تخرج شابه. وكي ديري الكميه هنا تاع قطايف غادي تشوفوا غادي نستعمل الكاس، اي كاس عندك باش تسقمي لا سيرفاس تاع هذوك القطايف باش ما تجيش مطعطشه، باش تجي كاع نيشان، تجي كاع سواها، ما تبقاش هذوك الشعرات يبقوا باينين. كما راكم تشوفوا هنا غادي نستعمل كاس، اي كاس عندك غادي تستعملي تستعملي الفم تاع الكاس كما نقولوا، هذاك القاع تاع الكاس تستعمليه باش تسقمي تسقمي لها السطح، باش السطح تاعها السطح تاعها يجي كاع كيف كيف، ما تبقاش هذوك الشعرات يبقوا باينين تاع القطايف. تزايري بالكاس كما راكم تشوفوا، ومن بعد ديري من بعد ديري لافاخس تاعك تاع الكاوكاو، ما يكونش لافاخس تاعه ما تكتريلهش ماء الزهر باش ما يجيش معجن، يجي كاع اون بات، ماذا بيك يجي غير مدشش، ما تكتريش ماء زهر، تو جوست يجي كيما الطعام. ديري له غير شويه تاع سكر، ما تكتريش خاطر غادي نديرو الشربات هذيك تاع سبيسيال تاع القطايف. خدمتها ب2 كيسان تاع سكر في 2 كيسان تاع ما في اون طرونش تاع سيترون، تخليها تغلي في الغليه الاولى. من بعدك كي تغلي تخليها ان كاردور ولا 10 مينوت وتطفي عليها، والشربة تاعك تكون واجده. هنايا كنت وجدت الكاوكاو، كنت درت له حوالي 2 مغارف ولا 3 تاع سكر مع القرفه، وكيما قلت لكم درت الماء زهر ما كترتش. هنايا ما يجي كي شغل مدشش، ما تعجنوهش. ونديرها في الوسط. تبغي ديري تاني غير الكاوكاو وحده، ما ديريش فيه كاع الاخر، ديري فيه غير الكاوكاو وديري فيه شويه تاع قرفه يكفي. الا ما تبغيش الحلاوه بزاف ولا تخافي من ليكسي تاع السكر، ماذا بيك ديري غير الكاوكاو وحده مع شويه تاع قرفه وديري كيما هكا في الوسط. انا كنت درت معاه حوالي 3 مغارف ولا تاع سكر، ما كترتش تاع سكر كلاص، ولونته بالماء الزهر. تبغي ديري له شويه تاع ماء زهر، ما تكتريش تاني ماء زهر، ديري غير شويه غير باش ما يعطيها ذوق شباب. مهم باش ما يتعجنش كيما شفتوا درته كيما الطعام، ما يكونش كاع اون بات، يجي كيما الفته، يجي مدشش كيما نقولوا احنا. ايا وتعاودي ديري الطبقه الثانيه تاع القطايف.
هي كي ديري هنايا الطبقة الثانية تاع هنايا ما غاديش تزايري على داك الكاوكاو، ما ديريلاش، ما تلصقيش، ما ديريوش امبات، خليه كيما هو كيما هاكا مدشش. فوقه عاودي ديري القطايف، وفوق القطايف تاني كديري كيما درنا في الاول، تاني ديري بالكاس، سقمي له السطح تاعه بالكاس. بصح الكاوكاو ولا الكاوكاو خليه كيما درتيه كيما هاكا، ما ديريلهش ما تلصقيهش، خليه كيما هو كيما درتيه كيما هاكا مدشش. المهم ديري كاع ديري كاع في السطح تاع المقله تاعك. كيما شفتوا راني ندير فيه، راني نعمر في ديك المقله بهذيك هنايا هاد الكميه تاع 400 غرام دير لك 2 مقالي. انا بقاتلي كي بقاتلي درتها تاني في قابسه، درتها في الكونجيلاتور باش كي نعاود نستعمل الخبزه تاع قطايف غير نديكونجوليها ونعاود ديري كاوكاو ولا ديري مكسرات اللي عندك استعمليها. وش هي طيبه وتاكلوها ان شاء الله، ديروها وتفرحوا بها وتاكلوها نتوما وولادكم وافراد الاسره تاعكم، وتستمتعوا بهذا المذاق وتعيشوا سعادة مع القطايف الجزائرية، قطايف الملكية. اي تري بون ديغوستاسيون ان شاء الله. هادو هما وصفات رمضانية تقليدية الجزائرية 100%. هنا كما شفتوا راني نسقم في السطح بيدي. تستعني باليد، ماشي اوبليجي عليك ديري الكاس، تستعني باليد غير كي شغل راكي ديري في مبسس ولا في حاجة هكا كي شغل تقرصيها. هي وديري تاني شويه شويه تاع زبده ولا مارغرين من الفوق هكا في لا سيرفاس تاع في السطح تاع من الفوق، باش كي ديريها على النار وكاع من بعد كي تقلبيها تحمار، ديري قد مغرف ولا وسقميها. هنا زدت درت شويه الكاس باش نزيد نضغط عليه باش السطح يجي كاع كيف كيف. ايوا هذه هي. هذه هي الطريقة مع أسرار نجاح القطايف. هنا مام اللي ما تعرفش دير قطايف راني وريتكم، تعلموا غير بشوية وتخرج لكم خبزة تاع قطايف من أروع ما يكون، ما دسيت عليكم والو. هادو هما الأسرار تاع خبزة قطايف الجزائرية. وهذه هي راني كملتها غطيت عليها، وهنا غادي ديريها فوق النار. هنايا غادي تشد لك الوقت غير حوالي هنا هذه في الاول درت مغرف تاع قهوه في هذيك لافاخس تاع الكاوكاو حوالي 3 مغارف تاع سكر غلاس، وخلطتها شويه تاع سكر غلاس. هذه هي لافاخس اللي درتها، تخلطي بالمغرف. وزيدي ديري لها ترشيها بشويه تاع ما زهر، ما تكتريش ما زهر باش ما تعجلكش، باش ما تجيكش كاع اون بات، ماذا بيك تجيك مدشه غير كيما الطعام فقط. انا درت غير شويه، عيني ميزاني، ما تكتروش ما زهر، غير شويه باش ما تجريش، باش ما تجيكش كاع اون بات. هذيك هي درت غير شويه. هيا انا شفتو درت بالمغرف ومن بعدك غادي غير بيدي نخلط بيدي او ميم طون نرفد فيها كيما نرفد الطعام.
يعني كيما شفتو هذه هي تجيكي شغل غير مدشش، تخلي هاكا الحبة ماهاش متلاصقة مع اختها تاع الكاوكاو. والشاربات قلتلكم درت الشاربات، درت 2 كيسان تاع سكر، القطر هذا سموه الشاربات. الشاربات ما تجيش خفيفة بزاف وما تجيش ثقيلة. هنايا ماشي كيما تاع الشامية، هنا غادي ديري 2 كيسان سكر في 2 كيسان ما، لا أكثر ولا أقل. 2 كيسان سكر في 2 كيسان ما، هذه هي 2 كيسان سكر في 2 كيسان ما. وديري اون ترونش تاع سيترون وتخلطيه، تخلطيه بالمغرف الأول، تكوني عاد ما درتيش على النار باش تذوبي هداك السكر، باش ما يبقالكش لتحت في القاع ما يلصقش. تخلطيه اور دو فو، تخلطيه بعيدا على النار، ومن بعد ديريه على النار تغطي عليه وتخليه يغلي. كي يغلي هنا هذه من بعد اللي كنت نوجد في الكاوكاو. هنايا من بعد اللي طيبتها فوق النار حوالي 20 دقيقة على نار قليلة، كي تشوفوها تحمرت هنايا من الحواف، هي هذيك هي على نار قليلة. وعاودي تاني قلبيها من الجهة الأخرى، ما تفوتيلهاش بزاف، مادابيك ما تفوتيلهاش، خليها نقصيلها قاع النار باش توجي تحمر، باش ما يفوتلهاش، خاطر هي في ساعة طيب. على جهة هذاك القطر تاعي كان وجد كيما قلت لكم، حتى اللي تشوفوه واحد خليه حوالي ربع ساعة ولا 10 دقائق وطفي عليه. بعداك هو عاد بارد، ديك الشاربة تاع القطايف تكون بردت، درت لها شوية تاع ماء زهر باش يعطيها فيها ذوق تاع ماء الزهر. تزيديها ماء زهر حوالي كاس، نص كاس صغير تاع ماء زهر. هنايا تسقي، هي ديجا الشاربات كان ديجا باردة، ما تكون ثقيلة ما تكون خفيفة، احسن من اللي ديري الحسل. هنايا بهاد الذوق تاعها بالشربات يخرج ذوق تاعها رائع. وهنايا غير ديري لها الشربات، تبقي تسقي فيها غير بشويه تشرب في الساعه، هذاك دليل باللي القطايف تاوعك ناجحين 100%. واحد الذوق يخرج رائع. فريمون هاد لا غوسيت تاع قطايف شابه، احسن من اللي تشروها من برا باثمان باهظه. ديري هذيك الخبزه تاعك وتمتعي بالمذاق، والطعم تاعها شباب، وهذيك الريحه ما نقولكمش تاع ماء الزهر، وهذوك لي زانغريديون اللي تخلطوا، فريمون واحد الريحه جات شابه تاع القطايف. وصفه من اروع ما يكون. هنايا سقيتها، ومن بعداك غادي نقسم ان مورسو، غادي تشوفوا القوام تاع هذيك الخبزه تاع القطايف. شربت لي قاع هذاك الشربات اللي درتها لها، شربت بخاسك بقى لي نص كاس تاع شربات. وهنايا كانت عاد مادامها حاميه، كنت ديجا قسمتها باش نديرها تبرد. شوفوا ديك لا تيكستور تاعها كي دايره، جات شابه، جات فريمون ذوق تاعها بنين. ونقولكم شهيه طيبه، وديروها وتاكلوها بالصحه ان شاء الله. وعلى بروشين فيديو، ما تنسوناش من تعاليق جميله وتهلوا في رواحكم. نسلم عليكم بزاف بزاف، صحه رمضانكم، صحه سحوركم. سلام، الله يحفظكم.